هوصل للبيتس باي في قد ايه، ومحتاج اذاكر قد ايه في اليوم عشان اوصل لمستوى كويس في الالماني. بص خلينا الاول نمسكها واحده واحده. انا عايز اوضح الاول ان مش اي حد بيدرس الماني هيوصل في وقت معين هو محدده، او الوقت اللي متحدد، لان هو الموضوع بيفرق في القدرات، بتفرق ما بيني وما بينك، بتفرق ما بيني وما بين شخص تاني، في ان هو هل فعلا عنده قبول للتعلم ده، هو عنده قبول للغه، هل هيتعلم بسرعه، هل هيتعلم ببطء. فبتفرق ما بين كل شخص والتاني. في ناس بتخلص في محاضره درس واحد، في ناس بتخلص في محاضرتين، وفي ناس بتخلص في ثلاثة، بحيث ان هو لازم يطلع من المحاضرة دي بينطق كويس. ده لو كان المدرس فعلا شغال بضمير معاه. يعني خليني اقول لك على حاجة، لو هنتكلم في المواعيد او هنتكلم في التوقيت بتاع الكورس، فانا لما باجي ادي في الكورس عندي طالب مثلا بياخد معايا، فلما بيجي ياخد الا 1 عامة، وانا ببقى مقسمه نصين، ا 1 1 و ا 1 2، ولكن لما بيجي ياخد الا 1 هو الا 1 بياخد شهرين. طيب هل الشهرين دولت هما الفترة؟ لا، هو دي الفترة اللي محطوطة للليفل ده، المفروض ان انت تخلصه في الفترة دي، ولكن بشكل يعني بما يرضي الله من الاخر.